لو انا عايز افتح مطعم فرايد تشيكن وانا معايا فلوس كتير الحمد لله كام مليون، اقدر ان انا انزل افتح 6 فروع مره واحده. الافضل انه ان انا انزل افتح ال6 فروع مع بعض واعمل افتتاحات كبيره وبروباجندا رهيبه، ولا اعمل فرع صغير وبعد كده اوسع. فرع صغير وبعدين توسع. طب ليه؟ قال لك بقى لان دي مشكله ودي حصلت بجد. ايه المشكله؟ انتوا عارفين احنا دايما بيبقى في عندنا يعني كل واحد او كل شعب بيبقى ليه مذاق معين في الاستطعام. هو بيحب طعم معين، توابل معينه and so on. زي الهنود مثلا بيحبوا الحاجات الحادقه زياده، الاسيويين and so on. كل واحد ليه ذوق. فلو انت فتحت 6 فروع وعملت بروباجندا ضخمه، انت متوقع هيدخل لك كام واحد في ال6 فروع؟ هنقول ان لو دخل لك مثلا 200 واحد في كل فرع، فانت بتتكلم 200 في 6 كام؟ 1000 وشويه. حلو الكلام. طيب فاحنا بنتكلم ان 1000 وشويه دخلوا لي في اول يوم. طب نفرض انا الطعم بتاعي ما كانش حلو، ما كانش على الذوق ده، اتعرف ان المطعم الفلاني بيقدم فراخ طعمها وحش، نو واي، انت لازم تقفل وتفتح ببراند تاني. وده طبعا تكلفه بنت لذيذه. تمام. طيب لكن لو انا كنت عملت فرع واحد دخل لي فيه 50 واحد وقالوا لي لا طعمها مش كويس، عندي فرصه ان انا اعدي. وصلت؟ فالام في بي تي مهمه جدا، سواء لو انا عندي مشكله ان انا معيش راس مال، او مشكله ان انا عايز اعمل، او ان انا مشكله ان انا عندي راس مال بس خايف ان انا ما انجحش. ممكن ابدا بالام في بي، هتهون عليا شويه المخاطره. وصلت؟